كلنا بنبص في المراية كل يوم. بس يا ترى عمرنا فكرنا فيها كحاجة أكتر من مجرد انعكاس؟ الحقيقة في عالم الديكور المراية دي مش مجرد أداة، لأ، دي قطعة فنية ليها قوة تغير أي مكان بالكامل. طيب، خلينا كده نسأل نفسنا سؤال صريح. هل المراية دي آخرتها إنها قطعة إزاز بنبص عليها بصة سريعة قبل ما ننزل من البيت؟ لا طبعا، الإجابة إنها أكتر من كده بكتير. المراية ممكن تكون سلاح سري في إيد أي مصمم ديكور شاطر، وفي الشرح ده هنفك شفرة السلاح ده ونعرف بيشتغل إزاي بالظبط. طيب، إيه هي بقى القوة السحرية للمرايات؟ إزاي فعلاً مراية واحدة بس تقدر تحول أي مساحة بالكامل؟ يلا بينا نشوف. بصوا، الموضوع كله بيتلخص في 4 قوى أساسية للمراية. أول حاجة بتوسع أي مكان، بتدي إحساس بصري إن الأوضة كبرت. تاني حاجة بتضاعف الإضاءة، يعني لو في شباك صغير المراية تخليه كأنه 2. تالت حاجة بتبروز وتسلط الضوء على عناصر الديكور الحلوة زي لوحة فنية مثلا. ورابع حاجة ودي مهمة قوي، بتضيف لمسة فخامة ورقية على طول. شوفوا معايا كده الفرق بعينيكوا. الصورة اللي على الشمال دي قبل المراية، تحسوا إن المكان ضلمة وضيق شوية، صح؟ طيب بصوا بقى على اليمين بعد ما المراية اتحطت، فرق السما من الأرض، إضاءة أكتر بكتير وإحساس بالوسع فوري. ده بيورينا قد إيه الأداة دي رغم بساطتها ممكن تكون مؤثرة بشكل لا يصدق. تمام، عرفنا إن المرايات ليها قوة سحرية، بس هل في مراية لكل ستايل ديكور؟ يعني أياً كان أسلوب البيت هلاقي له المراية بتاعته؟ الإجابة طبعاً تعالوا نشوف إزاي نلاقي المراية اللي بتنادي على الستايل بتاعنا. خلينا ناخد مثالين عكس بعض خالص. الستايل الكلاسيكي ده بتاع الفخامة كلها، المراية هنا بتبقى بإطار ضخم مزخرف لونه ذهبي أو برونزي، تحس إنها طالعة من قصر. أما بقى الستايل المودرن ده ماشي بمبدأ الأقل هو الأكثر، خطوط بسيطة ومستقيمة، إطار رفيع جدا أو حتى من غير إطار خالص، المهم عنده النقاء البصري والإحساس بالاتساع. طيب نكمل المقارنة، نروح للستايل الصناعي أو الاندستريال. ده بقى ليه طابع جريء جدا، إطارات معدن سودة، تصميمات تحسها قوية وحادة كأنك جايبها من مصنع قديم. على النقيض تماما عندنا الستايل البوهيمي أو البوهو. هنا كل حاجة طبيعية ومريحة للعين، إطارات من الخوص أو الرطان، أشكال مستوحاة من الشمس، كله مواد طبيعية في طبيعية. وطبعاً القايمة طويلة، في مثلاً الستايل الإسكندنافي اللي كله بساطة وخشب فاتح، أو الستايل الفندق الشيك بمراياته اللي ليها أضاءة خلفية LED. يعني الخلاصة مهما كان الستايل أكيد في مراية معمولة علشانه بالظبط. كده عرفنا قوة المرايات وعرفنا أنواعها. نيجي بقى للسؤال الأهم من كل ده، نحط المراية فين؟ لأن صدقوني المكان هو اللي بيفرق بين مراية بتعمل سحر ومراية ملهاش أي لازمة. في كام مكان كده في البيت يعتبروا أماكن استراتيجية للمرايات. أولهم المدخل، ده أساسي عشان يدي إحساس بالوسع أول ما حد يدخل، وكمان عشان آخر تشيكة قبل خروج. تاني مكان غرفة المعيشة، خصوصاً ورا الكنبة أو في وش الشباك عشان تعكس النور وتنشره في الأوضة كلها. الممرات الضيقة طبعاً عشان توسعها، وأخيراً منطقة السفرة بتدي إحساس بالعمق والفخامة. ودلوقتي نيجي لكام نصيحة ذهبية للاختيار. دي بقى القواعد الأساسية اللي لو مشينا عليها هنوصل لاختيار مثالي من غير لخبطة. القاعدة الأولى، ودي يمكن أهم قاعدة فيهم كلهم وبتمشي عكس اللي ناس كتير بتعتقده. القاعدة بتقول كل ما الأوضة كانت أصغر كل ما المراية لازم تكون أكبر. أيوة أكبر. ليه بقى؟ لأن المراية الكبيرة بتخلق وهم إن الحيطة دي مش موجودة أصلاً، فبتدي إحساس بالوسع عمر المراية الصغيرة ما هتعرف تعمله. ونيجي بقى لأخطر سؤال لازم يتسأل قبل تعليق أي مراية: المراية دي هتعكس إيه؟ لازم نفتكر دايماً المراية بتعمل نسخة من اللي قدامها، فالسؤال هو: إيه الحاجة اللي في الأوضة دي تستاهل نعمل منها نسخة تانية؟ طبعاً الإجابة إنها لازم تعكس حاجة حلوة. يعني مثلاً خليها تعكس شباك بيدخل منه نور وشجر، أو لوحة فنية ألوانها جميلة، أو حتى نجفة شكلها قايم. بكده إحنا مش بس بنضيف مراية، إحنا بنضاعف الجمال اللي موجود أصلاً في المكان. والعكس صحيح طبعاً. اوعى المراية تعكس فوضى أو كراكيب، أو باب حمام مثلاً، أو حيطة فاضية شكلها كئيب. ليه؟ لأنها بكل بساطة هتضاعف المنظر ده وهتخلي الإحساس بيه أقوى. وختاماً عشان نبقى دايماً على الموضة، تعالوا ناخد فكرة سريعة عن أحدث صيحات المرايات اللي ممكن تدي لمسة عصرية لأي بيت. أول موضة معانا هي المرايات الأورجانيك. دي اللي أشكالها حرة ومش منتظمة، عاملة زي
بقعة مياه أو شكل سحابة. المراية دي ما بقتش مجرد مراية، بقت قطعة فنية في حد ذاتها بتتعلق على الحيطة، والمنحنيات بتاعتها دي بتدي إحساس بالراحة والطبيعة. تاني حاجة، المرايات الملونة، خصوصاً البرونزية والسوداء، دي بديل شيك قوي للمراية الفضية العادية. هي لسه بتدي إحساس بالوسع، لكن بشكل أهدى وفي غموض وفخامة أكتر، وكمان بتضيف للمكان درجة لونية جديدة. وآخر موضة معانا ورجعت بقوة جدا هي المرايات العملاقة أو الأوفرسايزد. الفكرة هنا إن المراية بتكون ضخمة لدرجة إنها بتتسند على الحيطة بدل ما تتعلق. دي لوحدها كفيلة إنها تكون بطلة الأوضة كلها، بتدي إحساس بالجرأة والدراما والفخامة. يعني في الآخر نقدر نلخص كل الكلام ده في جملة واحدة، إن اختيار المراية المناسبة في المكان المناسب هو ده اللي بيقدر يحول أي غرفة من مجرد مكان عادي لمكان مبهر ويخطف العين. هي دي المعادلة كلها. ودلوقتي بعد ما عرفنا كل الأسرار دي عن عالم المرايات، السؤال اللي بيطرح نفسه مش هو هل ممكن نستخدم مراية؟ لأ، السؤال هو فين؟ يا ترى أي حيطة في البيت دلوقتي مستنية اللمسة السحرية دي عشان تتحول